دوجز عندي انكيتيشن متلازمة سندروم. زنقة الكلاب وبتوتر قوي. الحل يا اسطى؟ يا مساء الفل، يا رب تكونوا بخير يا رب، واهلا بيكم في البودكاست التاني واخر حاجه في الموسم الاول. هنجاوب فيه على كل الأسئلة الخاصة بحلقات الفضول وكأس العالم والتوتر. هنبدا طبعا بالترتيب، وهناخد تقريبا سؤالين لثلاث اسئله في كل موضوع، وبس كده. هنبدا دلوقتي، يلا. يلا بينا. أول سؤال معانا: ليه الناس حشرية؟ مم. تمام، هو السؤال ده احنا جاوبناه بالتفصيل في حلقة الفضول. بس من وجهة نظري الحشرية بتيجي من الفراغ، يعني ان الشخص فاضي خالص ومش وراه اي حاجة خالص، فهو بيتجه ان هو بقى خلاص يشوف حياة الناس، يتطفل عليهم، يبقى حشري. طب ما في ناس مشغولة وحشرية برضو. دي ده مرض قلنا بقى. قلنا احنا عليها قلنا في الحلقة يعني دي بتبقى حالة مرضية والإنسان المفروض يحاول ان هو يتخلص منها. لو انت مشغول ولاقي نفسك عندك فضول رهيب، او مش فضول بقى، بتتحشر في حياة غيرك حتى في الشغل، او انت قاعد في البيت كده اللي هو حاشر نفسك بقى. السوشيال ميديا ما شاء الله مش مخلية حد في حاله، فبتبدأ بقى انك تدخل وتدور على فيسبوك ومن حساب لحساب وبتلاقي نفسك في حتة تانية خالص في الآخر. فانت كده يا عزيزي محتاج ان انت تهدى على نفسك شوية وتهدي الحشرية عشان الناس ما تتضايقش. وكمان عدم الرضا، يعني انا حاسس ان عدم الرضا باللي ربنا كتبه لي، ان انا مش راضي بكل ما قسمه الله يعني ليا. ده حقيقي. فانا حاسس ان انا بقى ايه هبقى حشري، هتهجم على الناس عشان لا، اشوفهم معاهم هموت ايه. واعرف هما بيعملوا ايه، بالظبط يعني بالظبط. ليه بقى عندهم كده. فاعتقد هما عدم الرضا. حتى لو انت مشغول هتبقى حشري، يبقى في عندك حشري. فده الرد لعدم الرضا نرضى عشان كده نرضى بالظبط. باللي ربنا كتبه لنا يا شباب. اوكي، خش على السؤال السؤال التاني. التاني. السؤال التاني بيقول: انا بحب اعرف كل حاجة والناس بتقول عني حشري، وانا اللي اعرفه ان حب المعرفة ده حاجة كويسة. مم. فعلا يعني لو مسكنا الجزء الاخير، حب المعرفة حاجة حلوة جدا. بالظبط. بس حب معرفة حاجات عن الناس، يعني لو وجهناها بالطريقة الصح، كصحافة، كإعلام، هو شخص مشهور، فأنا حابب إن أنا أعرف. كقراية، او ان انت مثلا عايز تعرف عن الموضوع المعين اللي أو مش خاص الشخص بحد. أو الشخص المعين اللي هو كشخص مشهور، كشخص انه لو ناس inspire مشهورة me، تمام اوكي، يعني شخص بس انه مش مثلا محمد قاعد وانا هموت واعرف هو بيعمل ايه. بالظبط. يعني محمد شخص عادي ملوش دعوة بأي حاجة. فأنا ليه أعرف محمد عاوز يعمل إيه؟ مثلا ناس مشاهير مثلا زي ذا روك مثلا، أو لما مثلا راح حفلة مثلا وبتبرع بحاجة، فأنا إيه ده، تتبرع لمين ومش عارف إيه وكده مثلا، أنا بفترض مثلا. أو حد مؤثر، فأنا عاوز أعرف من المؤثر دوت حاجة في حياته، علشان أبدأ أنا أشتغل بيها أو أعمل، أخدها منهج مثلا في حياتي في الجزء دوت مثلا، فأقتدي بيه مثلا في الحتة دي، تمام. بس إن أنا ببقى عاوز أعرف من حب المعرفة جاري بيطبخ إيه النهاردة. it مش صح. doesn't make sense يعني. بالظبط. بس فحب المعرفة شيء كويس جدا، بس ان انا اعرف حاجات شخصية. هو الفكرة ان احنا نوظف حب المعرفة اللي عندنا في حاجة تفيدنا وتفيد الناس حوالينا، مش نخليها تقودنا لحتة الحشرية. فاللي سأل السؤال هنا حب المعرفة حاجة كويسة، بس الحشرية لا. نعرف بقى ازاي بقى الحشر حب المعرفة قصدي حلو ازاي. ممكن نرجع الحلقة، قلنا في كام حاجة كده. بالظبط. طيب، آخر سؤال معانا بقى في حلقة الفضول: ازاي اخلي الناس تبطل تتحشر في حياتي ومش عارف احط حدود؟ أمم. تتحشر في حياتي يعني كده اه العكس. يعني هو دلوقتي الحد اللي بيسأل بيقول ان في ناس كتير بتتدخل في حياته بصورة مش حلوة، وهو مش حابب ده ومش عارف يحط حدود. يعمل ايه تفتكر؟ أمم. هو ممكن يعني، سبحان الله، هي يعني كلها جاوبنا عليها، بس ماشي. يعني ممكن هو اول حاجه هياخدها بالترتيب. يعني ممكن مثلا. مثلا يرد باللي هو بالادب المفرط، اللي هو
في كل مرة بيسأله مثلا يرد إجابات بسيطة، أو اللي هو مثلا حد بيسأله زي سؤال أنت بتقبض كام، في البداية ممكن يقول له الحمد لله والله يعني متيسر ربنا رزقني بالمرتب اللي بيكفيني الشهر مثلا. بعدها بيتطور الليفل وفاهم في حشرية أكتر، كام قول لي كام، عاوز أعرف الرقم. بص والله يعني هو مش هبقى مبسوط لو قلت لك مثلا، ولا أنت إيه رأيك؟ اوكي، والله انا شايفه في موضوع انه نحط حدود شخصيه ونرسم حدودنا الشخصيه، المفروض ان احنا نكون واضحين وصريحين، وعندنا الحزم الكافي ان احنا نوضح للي قدامنا ان ده خط احمر ما تتعداهوش لو سمحت. هل أنت بالذوق، بالظبط، هل يعني ده أنت بالذوق. لو أنا سألتك السؤال ده هتجاوبني؟ فلو حد قال دي هتبقى مشكلة. طب خلاص ده انت مسموح بالنسبه لك، بس بالنسبه لي الموضوع مش لطيف. بالظبط. فإن احنا فعلا نحط حدود شخصية ونقولها للناس، ما نتكسفش ان احنا نقول للناس على فكرة ان ده بيضايقني او ده مش بيضايقني، او قصدي ده بيضايقني او ده بيفرحني. ده بالعكس ده شيء كويس، الناس هترتاح في التعامل معاك، يعني تبقى عارفة ان ده بيضايقك فان شاء الله مش هتعمله تاني الا لو شخص رخم يعني. بس انت لو ما وضحتش ده فهو هيبقى عنده الظن ان عادي. انه عادي، يعني ما انا اتس لازم اوكي ان هو يسالك وانت هترد، طالما انت مش بتبين ان الحاجه دي بتضايقك او انه انت عادي، خلاص كل الناس هتتخطى الحدود اللي انت مش مبينها اصلا. مش غلط ان احنا نرسم حدودنا الشخصية ابدا. تمام كده، كده احنا خلصت. خلصنا اسئله الفضول، حلو. هندخل على اسئله كاس العالم. اوكي. حلقه كاس العالم، يعني اللي متفرجش عليها يا ريت يرجع يتفرج عليها. احنا ما اتكلمناش عن كاس العالم كاس العالم، احنا اتكلمنا عن احنا استفدنا ايه من وقتنا في كاس العالم لما اتفرجنا، ايه الحاجات اللي طلعنا بيها. طيب اول سؤال معانا بيقول كلنا بنقعد نقول نتقبل الاختلاف واحنا مختلفين، يعمل ايه بقى اللي بيدور على حد شبهه؟ مم. يعني انت دلوقتي مثلا اللي فهمته من السؤال هو بيقول احنا عاملين نقول مختلفين ونتقبل الاختلاف وبلا بلا بلا، بس انا بقى بدور على الناس اللي شبهي بس، ماليش دعوه بالمختلف عنهم. انا اول حاجه جت في بالي حد شبهي يبقى عاوز يتجوز. اوكي، بس أنا دلوقتي ممكن فهمت اخدها من كل من كل الاتجاهات. الجنرال يعني. هو لو بيدور على حد شبهه فهو يعني كتحليل مثلا منطقي شويه، اوكي. فهو مثلا بيدور، ممكن يكون بيدور على اصدقاء، مهم. ناس شبهه فهو حابب يتعرف عليهم مثلا فهو يبقى اصحابه. ماشي. بس يعني مش دايما صح برضو ان الشخص يدور على ناس شبهه، لان الاختلاف دايما بيكون شيء حلو لان احنا بنتعلم منه زي ما قلنا في مهم. كاس العالم. يعني اكيد مش العرب زي مثلا الاجانب وكده، فلما تقابلوا في كاس العالم كان في بينهم روح جميله جدا ما شفناهاش اصلا ما بين العرب والعرب. يعني كان في بعض المشاهد ما كانش فيه العرب والعرب عندهم common factors كتيره جدا، ما كانوش زي حلاوة الاختلاف بين العرب والأجانب مع بالظبط. بعض. ايوه. أوكي حلو إن احنا ندور على ناس شبهنا مهم. ويبقوا أصحابنا، ده طبيعي، ده الراحة العامة. يعني أنا هرتاح مع اوكي. ناس شبهي، مم. إن أنا بعمل حاجة فهم شبهي في الحاجة دي فهنعملها سوا. بالظبط. بس الاختلاف في حد ذاته جميل علشان بنتعلم حاجات كتيرة، بس إحنا نسمح بده، ما نبقاش قافلين يعني، واللي هو أنت إزاي بتاكل انت ازاي بتاكل بطاطس، سوشي؟ ازاي بتاكل سوشي، صح دي مختلف، ازاي بتاكل سوشي ايه ده. بس في الاكشلي يعني لو انت جربت السوشي هيعجبك ممكن. مش ضروري يعني، بس انه maybe جايز مفيش حاجه ما تجرب حاجه مختلفه يعني. بالظبط. نرجع معلش للسؤال، حاسس ان احنا سرحنا ولا صح كده؟ لا تمام، هو قال انه احنا بنقول الاختلاف بس انا بدور على حد شبهي، ما فيهاش حاجه انك تدور على حد شبهك، بس في نفس الوقت لما تلاقي حد مختلف عنك اديله فرصه كمان، maybe هو مختلف عنك بس بصوره انتوا تقدروا تكملوا بعض وتفضلوا صحاب على طول. بالظبط. طيب هو انتوا مش قلتوا هتقولوا لنا ازاي نقدر نتحكم في الغضب ولا نسيتوا؟ امم واحنا قلنا بس الموسم الاول خلص، يعني سيزون 1 خلص، بس لسه في حلقات تاني وسيزون تاني، احنا مواضيع هناخد بس جديدة استراحة ما نحرقش، لمدة هنتكلم عليها صغيرة، في الاخر. هنتكلم بس عليها في ما الاخر. احنا مخلصناش. ماشي، ممكن السؤال دوت نرد عليه كده بالتفاصيل بتاعت الراحة ومش عارف اللي احنا هناخدها ديت في الاخر. اوكي، السؤال اللي بعده، انا بدخل الامتحان بقعد اقول حادي بادي كرنب زبادي وبتيجي معايا بالحظ. طيب هو في البداية كده حادي بادي كرنب زبادي دي هتعمل لك يا بابا كول سلو، مش هتعمل لك
تشتمك في الامتحان. تمام، تعمل سلطات. فبتيجي معاك بالحظ دي سبحان الله يعني، فامك دعيالك او امك دعيالك. لكن احنا زي ما اتكلمنا في حلقة كأس العالم، الحظ مش هو الوسيلة اللي تنجح بيها. عشان تنجح في حاجة هتذاكر عشان الامتحان، هتنجح في حاجة تانية لازم تخطط كويس، ولازم تعمل حسابك وتاخد بالأسباب. طبعا الدعاء، أنا مش بتريق إن أنا بقول مثلا أمك دعيالك، لأ، يعني الدعاء ده حاجة مهمة جدا، وكلنا محتاجين إن احنا ندعي ونقرب من ربنا في كل وقتنا، مش وقت بس في وقت الامتحان أو لما نكون في وقت صعب. مع في الدعاء فاحنا هناخد بالأسباب. في معنى الحديث اللي هو الدعاء بيتعارض مع القدر لحد يوم القيامة. ايوه، ان ف هما كانهم بيتخانقوا، القدر نازل والدعاء طالع، فبيقعدوا يتخانقوا مين هيغلب مين. ممكن الدعاء يغلب القدر او القدر يغلب الدعاء، او يفضلوا كده لحد يوم القيامه. بالظبط. فانت ممكن بدعاء فعلا بدعاء ماما يعني ممكن تنجح في المادة او تعدي في المادة بسبب دعاء مامتك. يعني هو مثلا يعني مش هتقال على الله، بس ممكن يكون انت كنت هتشيلها بس بسبب دعاء ماما ففعلا عديت فيها يعني. ماشي. طيب كده خلصنا أسئلة كأس الاسئله العالم، بس بتاعت باقي كاس سؤال العالم. هنجاوب عليه في الاخر يعني. ايوه مظبوط. طيب حلقه التوتر او حلقتين التوتر، في عندنا ليهم شويه اسئله. طيب اول سؤال بيقول لك ايه؟ اول سؤال بيقول لك انا عندي متلازمه زنقه الكلاب. اه ماشي. اوكي. الدوج عندي زنكيتيشن متلازمة سندروم. زنقة الكلاب وبتوتر قوي، إيه الحل يا اسطى؟ هو السؤال موجه ليك تقريبا. تقريبا يعني. اوكي. بما ان كلمة يا اسطى يعني اه تمام. هو صراحة البعض لما بيكون مزنوق في الحاجة بيخلصها، ولو كان واخد راحته بيتكاسل. واحنا برضو اتكلمنا عنها، بس كانت في حلقة قديمة قوي اللي هي تنظيم الوقت وكده. لما الشخص بيحس ان فيه عدم تنظيم للحاجة وبيبقى فيه وقت كبير، ممكن يعمل حاجة في الأول تحسسه ان هو عمل حاجة كبيرة، وبعدها يبطل لحد ما يلاقي نفسه اتزنق، بعدها يبدأ يزنق نفسه في الحتة في ديت وما الحتة دي. يخلصهاش. او ممكن يخلصها. فهو زنقة الكلاب صراحة، يعني مش عاوز اقول زنقة الكلاب يعني. المهم الزنقة تمام. في العموم احيانا ممكن تكون حلوة على فكرة، لان هي بتنجز. بس لا بس انت كده انت بتحط نفسك تحت ضغط رهيب. بالظبط انت ممكن ما تقدرش تستحمله. في ناس في زنقة الكلاب اللي بيتحطوا فيها دي بيعملوش حاجة، بقى بيقعدوا ايه يسوفوا اكتر على التسويف اللي هم عملوه اصلا. يقول لك ايه الترم الجاي هبدأ من بدري، يعني انا الترم الجاي ولا لا، وعد يا انا مش مش هحط نفسي في الزنقة دي تاني ابدا. بس هو اكشلي فعلا لو اتعود عليها فعلا ممكن تبقى بالنسبة له ده الطبيعي، وخلاص هو متعود على زنقة الكلاب، فخلاص انا مش يأس خلاص. بس هو فعلا لو رتب اموره وبدأ واحدة واحدة، حتى لو حاجة صغيرة وبس بشكل مستمر. وهنرجع طب بقى للحلقات القديمة كده، الاستمرار مع تنظيم الوقت. الاستمرارية، وانك تحط لنفسك اهداف صغيرة او بالظبط. مهمات صغيرة وتقدر تخلصها. هتخلص المذاكرة بشكل سريع، هتلاقي نفسك في الآخر بتراجع مجرد مراجعة ومرتاح، يعني هتدخل الامتحان مرتاح، يعني شعور انك تخش اصلا الامتحان وانت مش متوتر ونايم كويس ومخلص كل محاضراتك. بالظبط يعني، فدي حاجة برايسلس بصراحة. طيب السؤال اللي بعد كده، ناس كتير بيقولولي اني متحدثة لبقة وبيحبوا يسمعوني، بس توتري بيمنعني فعلا اني اطلع واتكلم قدام ناس كتير. اعمل ايه قبل ما اطلع اتكلم؟ وهل في حاجة هتخليني فعلا اقدر اطلع من غير ما اكون متوترة كده؟ هو رهبة المسرح أو رهبة الظهور قدام الناس هي دي طبيعية، إلا اللي هي عنده دي موهبة اصلا فطرية يعني ما شاء الله. بس هو عامة الخوف من مواجهة الجمهور او القلق او كده، دي اللي هي رقم 1 اصلا في العالم، ده اللي هو اكتر حاجة الناس بتخاف ان هي تواجهها. بالظبط. يعني كون ان انت تطلع لحاجة جديدة اصلا، دي بحد ذاتها ده تغيير. فالتغيير دايما مرهب، لان ده شيء غير مثلا فطرتك او غير الطبيعة اللي انت ماشي عليها. فطبيعي اذا انت غيرت حاجة اللي هو انت ما كنتش بتطلع خالص للناس، او انت ما كنتش بتطلعي خالص للناس، فجأة بقيتي تطلعي قدام الناس وبدأتي تتوتري، فده طبيعي ان احنا نتقبله
وان احنا نحاول نتعلم منه ونحسن علشان خلاص نتخطى هذا التوتر، هو ده الحل اعتقد. هو الحل كمان انه كل ما كنتي مجهزة اكتر ومستعدة انك تظهري وتعلي ثقتك بنفسك، في تمارين ممكن تعمليها كمان، انك تقفي تتكلمي قدام المراية. انت شايفة نفسك وانت بتتكلمي، شايفة شكلك كامل، تمام، هيبقى عندك ثقة في طريقة كلامك، عندك ثقة في شكلك وانت واقفة. تاني حاجة ممكن تعمليها، تبدأي بقى بحاجات صغيرة، مثلا قدام أهلك أو أقرب حد من أهلك أو أقرب حد من أصحابك، تبدأي تكبري العدد شوية شوية لحد ما يجي اليوم اللي هتقدري تتكلمي فيه كمان قدام الناس كلها. بالظبط. مش هتحسي بأي قلق أبدا، يعني هيبقى توتر طبيعي جدا. وانس ان انتي وقفتي واتكلمتي خلاص كله هيروح. بيبقى اول 5 دقايق بس تعرفي. برضو في نصيحة حلوة اللي هو بتعرفي شخصين او 3 في الباك ستيج، اللي هو قبل ما تبدأ البداية الرسمية مثلا، لو تقدري بتعرفي مثلا شخصين 3 او بيبقى في شخصين 3 انت عارفاهم اصلا. بتبدأ لو انت خلاص توتر قالب معاكي خالص، بتبدأي مثلا توجهي نظراتك ليهم بحيث ان انت ترتاحي في البداية. بعدها بتلاقي الموضوع ايزي، يعني تبدأي تبصي في كل بالظبط. النواحي، بتبدأي تتكلم براحتك اكتر، الجمهور بياخد وبيدي معاكي وهكذا ايا كان الموضوع. ف انا اتفق جدا في رأيك البراكتس. مم. حاجة كمان ممكن، لو انتي عملتي كل الحاجات دي قبل ما تطلعي على المسرح، ممكن مثلا او تتكلمي مع ناس سواء مثلا في الجامعة او في ميتينج صغير، ممكن حاجة اللي هتفيدك كمان انك تشربي حاجة دافية مهدئة، زي مثلا اليانسون او النعناع. بالظبط. ماشي، خش على السؤال اللي بعده. اوكي. هنا في حد بيقول هروح اتأمل فين مثلا، وحاطط لنا وش كده غريب. السؤال ده بقى هنرد عليه ازاي؟ هروح اتأمل فين؟ اه مم، هو كل شخص له مكانه التأملي يعني أعتقد. او ممكن تروح تتأمل في اي حتة فيها طبيعة، اي مكان قريب ليك فيه طبيعة. مش شرط، يعني في ناس بتحب على فكرة تتأمل في أوضتهم. لا انا قصدي التأمل اه اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقة، فاهم. انه تتأمل في خلق الله. اوكي تمام. مش تمام، مش التأمل اللي مش هو اليوجا. التناحة، لا مش التتنيح، لا. اوكي ولا ماشي. اليوجا. وبعدين اليوجا برضو بتحتاج مثلا تجهيزات قبلها. لازم الدنيا تبقى هادية، يبقى فيه هوا ربنا برضو، مش شرط بس. تبقى فيه جنبك ريحة مهدئة، سواء بقى أي حاجة عطرية أو شموع أو كده. بس التأمل بقى بصديقنا اللي بيتهكم في السؤال أروح أتأمل فين، ممكن تروح النيل، ممكن تروح على حسب المكان اللي انت فيه، ممكن تروح مثلا أقرب بحر، أقرب جبل، أقرب منطقة طبيعية موجودة حواليك، سواء whatever البلد اللي انت فيها. حتى لو خلاص انه يعني عجزت نفسك قوي، الشجرة اللي تحت بيتكو وتأمل فيها تفاصيلها، النملة اللي طالعة، النملة اللي نازلة، خطواتها على الرمل. والله كلها حاجات لما تتأمل فيها كده في السماء، هتقعد تقول سبحان الله فعلا على كل تفصيلة، كل تفصيلة هو هتلاقيها يعني ممكن هتبقى. بالليل أكتر وقت أعتقد يعني متاح لينا كلنا، لو طلع مثلا سطح البيت ممكن وتأمل في النجوم. النجوم، صح، بالليل زي ما كانوا الأنبياء بيعملوا. المنظر الرسول كان صلى الله عليه صراحة. وسلم كان يعني بيروح غار حراء وبيتأمل الصلاة وبيتعبد والسلام. هناك. بالظبط. فبالليل اعتقد هو الوقت المناسب، لان الناس كلها بتكون نامت والوضع كله بيكون هادي، ما فيش ازعاج النهار والشغل وكده. والسطح كمان، وبالذات في الايام الشتويه اعتقد السما بتكون احلى. ف والجو أبرد، يعني ممكن تسحب مخدة معاك نتأمل في السقف في السطح. السطح وننام. ماشي، السؤال اللي بعده. اوكي، آخر سؤال معانا، هو مش سؤال، بيقول جربت موضوع البرتقال ده من ساعة ما اتفرجت على الحلقة وقلبت معايا بضحك، فكده عملت حلين من حلولكم، شكرا. البرتقال. قصة البرتقال دي كان ليها في الباك ستيج او في الكواليس يعني محاولات كتيرة. فاحنا كنا بنضحك صراحة معاك. بس هو فعلا في ناس كتير جربت موضوع البرتقال وكلمتني سواء برايفت او على رسائل الصفحة يعني. أيوة. هو علميا يا جماعة، يعني علميا البرتقال او الحاجات الموجودة في خلاصة القشر وانتوا بتقشروا وانتوا بتاكلوا البرتقال كمان وانتوا بتشربوه،
فيها مهدئات، ده حقيقي. حاجات بتساعد على الاسترخاء يعني وكده. مهم. علشان كمان الفيتامينز في العموم، ولو سألتوا أي دكتور نفسي هتلاقوا إن الفيتامينز نقصها بيسبب أحيانا للاكتئاب. نقص الفيتامينز الحاد بيؤدي إلى الاكتئاب. مظبوط. فكون إن في فيتامينز كتير زي فيتامين سي مثلا موجود في البروتون، فدوت بيساعد وبيحسن النشاط الجسمي، فده هيحسن إن شاء الله النشاط العقلي أكيد. بس فهو ضحك واستفاد ولا إيه؟ ما بيقولك انا كده استعملت حلين، البرتقانه والضحك بقى، طبعا الحمد لله. فدي حاجه كويسه. شكرا. تمام. طيب احنا كده خلصنا الاسئله المتعلقه بالحلقات اللي فاتت. ما نسيناش في والله النص سؤال التاني. بتاع كاس العالم ده، بالظبط. هو لسه في دماغي يعني. بس كان في اسئله ملهاش علاقه بالحلقات، بس جت لنا برضو في النص التاني من سيزون 1، فهنرد عليها. اول حاجه كان في سؤال: ازاي نبعد عن تفضيل السوشيال ميديا عن اختيار الراحه؟ ازاي نبعد عن تفضيل السوشيال ميديا عن اختيار الراحه؟ يعني بانك ممكن اشرح سؤال اكتر؟ اتفضل. اللي هو ازاي لما اكون خلصت مثلا حاجه، فانا خلاص المفروض ان انا داخل ارتاح مثلا، فانا مش عاوز ارتاح علشان حاسس ان الحاجه دي اخدت من وقت كتير، فانا عاوز اروح للسوشيال ميديا بدل مثلا ما اروح انام، او بدل ما استخدم الراحه يعني، فبروح اشغل نفسي اكتر في الحاجات اللي انا كنت حارم نفسي منها، علشان أنا مثلا كنت بذاكر ومش ماسك الفون، بس انا رحت امسك الفون بقى دلوقتي عشان خلصت مذاكره بدل ما انام. طيب هو انا شايفه انه الراحه السلبيه بتؤدي انك تستخدم السوشيال ميديا. فانت ممكن تستخدم السوشيال ميديا عادي، بس ما تفضلهاش على النوم، لان احنا زي ما قلنا انك ما تنامش كويس وما تنامش كفايه، ده هيعلي مستويات التوتر عندك. ف وانس ان انت نمت وارتحت، ممكن عادي تستخدم السوشيال ميديا في وقت معين في اليوم انت هتكون حاطه، بلس انه الحاجة اللي انت هتستمتع بيها بعيدا عن السوشيال ميديا وبعيدا عن الراحة السلبية، ان انت ما تروحش ترتاح بس كده وتقعد تبحلق في السقف. تلقائي طالما انت متعود هتقوم ساحب تليفونك فاتح السوشيال ميديا، وهتبدأ برضو تمارس الادمان بتاعك. في حاجة كمان، ان انت ممكن تستخدم او ممكن تستخدمي برامج بتحطلك ليميت لاستخدام السوشيال ميديا، بتقفلها عليكي تماما، ما تقدريش ابدا ترجعي تستخدميها بعد الوقت المحدد ليكي. ممكن انتوا كمان تقولوا لنا ايه هي البرامج دي، وكنا اتكلمنا عنها على فكره في التايم مانجمنت في الستوريز، والستوريز محطوطه في الهايلايتس في الاكونت. وخلينا برضو نقول هديكم مثالين وانتوا ابداوا حددوا انتوا هتختاروا ايه. فنفترض ان انت نمت، يعني احنا دلوقتي هنفرق بين الراحه السلبيه والراحه الايجابيه. الراحه السلبيه اللي هي استخدام الفون، انا برتاح، انا اكشلي مش بعمل حاجه، انا ماسك الفون وماسك السوشيال ميديا. والراحه الايجابيه اللي هي النوم، او اللي هو الراحه الفعليه، اللي هو بريح جسمي وكل حاجه يعني. ببعد عن كل الضوضاء بمعنى اصح. دلوقتي انت استخدمت او انتي استخدمتي مثلا الفون 3 ساعات ونمتي 3 ساعات، اوكي، وصحيتي بعد ال3 ساعات متاكد 100% مقريفه جدا، خلاص على اخرك، لان انت بس نايمه 3 ساعات. ما حدش بينام 3 ساعات وبيصحى مبسوط. بس في المقابل المثال الاخر، ما مسكتيش الفون 6 ساعات واول ما خلصتي رحتي نمتي 6 ساعات، هل هتصحي زي النوم 3 ساعات؟ انا ما اعتقدش. او حتى لو طولنا الفتره شويه بقت 8 ساعات اللي هي الاكثر صحيه، ما اعتقدش ان الشخص هيصحى متوتر اصلا، او الشخص هيصحى مبسوط مستعد ليوم جديد وبدايه جديده ومليء بالطاقه. بالظبط. فمستحيل حاجه تيجي فعلا محل الراحه الايجابيه اللي هي الراحه الفعليه، اللي هو انا برتاح فعلا، بفصل دماغي خالص وبنام بقى، بقعد بقرا قران مثلا وما الى ذلك. تمام. كان في سؤال تاني برضه، ازاي نتغلب على الزهق او عدم وجود طاقة ان احنا نقعد على كتاب، خصوصا لو خريجين. خريجين ايوه. طيب هو الفصلة، يعني بحس اللي بالذات الخريجين والله عشان جايين علينا قوي، فاللي هو احنا بنحتاج نفصل في اخر سنة دي، وللأسف ده اللي احنا مش بنحس بيه، او ده مش اللي بنحطه في بالنا. بنحط في بالنا اخر سنة يلا نزق الدنيا ونخلص ونمشي، بس احنا احنا محتاجين نفصل على فكرة علشان نخلص، لان احنا مثلا بقالنا 4 سنين مطحونين، فبنيجي في اخر سنة
حرفيا مش قادر امسك محاضره، مش قادر اذاكر. عارفه انت اللي هو شعور اخر ماده احنا بنشعره في اخر سنه اخر سنه. كل ده. تمام. ما هو هنرجع تاني برضو لحته تنظيم الوقت. تنظيم الوقت على مدار 5 سنين هو بيبقى صعب على فكره، فعشان كده محتاجين نفصل والله يعني. اوكي ماشي، ما انت يعني في عندك وقت تفصل فيه بين الترمين، في عندك وقت تفصل فيه بعد الميدترم، المفروض تاخد وقت ترتاح بعد فيه. المد واخدين يعني بالظبط. يعني احنا بنفصل اصلا الترم لترمين صغننين. بعد المد ايوه ممكن نفصل عشان اصلا المد يعتبر جزئيه كبيره لوحده برضه، فاهمين؟ بس عشان نقدر ان احنا نكمل الترم كله بدون عشان ما تبقاش سقطات مضغوط. بالظبط ولا ضغوط، محتاجين نفصل بعد المد اسبوع من وجهة نظري كحد اقصى من الطلاب يعني، فده كحد اقصى كويس جدا. بالنسبه لي مش كحد اقصى بعد يعني المد انا ده باخد كويس. اسبوعين صراحه. لا بعد المد بيكون اسبوع كويس. بعد الفاينل يعني افصل براحتك بقى في 3 لحد اسابيع الترم بقى الجاي. اجازه وبناخد اسبوع بالظبط. معاها من اول اسبوع الدراسه ده. بالنسبة للخريجين بقى بعد التخرج حاولي تفصلي بحاجة انتي تكوني بتحبيها. ممكن مثلا تسافري جوه البلد اللي انتي موجودة فيها، او تعملي حاجة جديدة. لو انتي مثلا من الناس اللي بيفرق معاها اللمس، اتعلمي حاجات جديدة تكون تستخدمي فيها حواسك باللمس برجلك كده. لو حد مثلا بيحب هو شخص سماعي، اسمعي حاجات جديدة، او خدي جربي مثلا تسمعي شعر for example. يعني لو انتي مثلا حابة ان انتي تقري كتب بعدين، ممكن تبدأي تسمعي شعر او تسمعي حاجات بدل ما تقري، هتشجعك قوي على القراية. لو انتي هدفك ان انتي ترجعي تقري تاني، خاصة انه انتي مثلا طول السنة او طول السنين بتاعة الدراسة انتي عمالة بتقري كتب وزهقتي من شكل الكتب، ممكن تبدأي تسمعيها. في applications كتير بتساعد في الموضوع ده، ممكن تدوروا عليها، موجودة على اندرويد وموجودة على برضو نظام ال iOS على الايفون. وفي كمان البودكاست حلوة قوي، وفيها حاجات يعني سماعها حتى جميل. يعني فيها حتى الكتب بتتقال بطرق كأنك بتتفرجي على فيلم او مسرحية او كده. وفي ناس اسلوبها برضو شيق جدا وجميل جدا وقريب للنفس والروح كده. عارفة كأنك مثلا بتسمعي حد بيحكي لك حاجة على طول، فدي حاجة هتشجعك انك تقري كتب برضو. وبالظبط يعني بعد ما تكملة على كلامك، بعد ما بتغيري الواي بتاعة الاستماع او بتاعة التلقي، بتبدأي ترجعي عادي للطريقة اللي انت كنت بتحبيها، سواء القراءة بالظبط. تحبي ان انت تقرأي تاني. نخش على السؤال اللي بعده. ماشي. السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ المفروض ان بداية السنة وحماس، بس انا حاسة باحباط رهيب. هو في يعني مفهوم خاطئ او اللي هو اعتقاد مغلوط عن بداية السنة وان بقى فايبس حلوة ومش عارف ايه. فهو يعني هو احنا لازم نجدد حماسنا كل فترة بان احنا نحط لنفسنا اهداف جديدة وقصيرة المدى، غير الهدف الكبير مثلا هو على المدى الطويل او المدى البعيد. ونعمل برضو حاجات بنحبها. لو احنا مثلا حاسين بكآبة او ان احنا مش حاسين بحماس، نشوف بقى الطرق اللي بتخلينا نشحن طاقة من جديد. اللي هو احنا من فترة لفترة احنا محتاجين نشحن الطاقة دي، لان الطاقة بالنسبة للإنسان بتقل. قانون نيوتن، الطاقة لا تفنى ولا تستهدف من دي العدم. مش موجودة. دي احنا كبشر؟ بنحتاج ان احنا نريتشارج زي الموبايل كده، لما بيفصل او لما خلاص شحنه بيقل بيبدأ الاداء بتاعه ينخفض. احنا كمان كبشر كل ما الطاقة الإيجابية اللي جوانا او يعني الشحن بتاعنا بيخلص، ممكن نشد الفيشة ونرتاح. بالظبط. او يعني مش نشد الفيشة نشد بمعنى الفيشة فني، ونشحن بقى. يعني نشد الفيشة كده يعني نخفف الضغوطات حوالينا، ونحاول ناخد ريست او نحاول ناخد وقت لنفسنا، ونشحن بقى الطاقة بتاعتنا علشان نرجع تاني اكتف. العطاء دايما مش مجاني زي ما الناس بتقول، هو بياخد حاجة. ايه الحاجة دي؟ مش شرط يكون بياخد بحاجة مادية، هو بياخد من طاقتك انت. لو انت فضلت او لو انت فضلتي تدوا دايما الناس من غير ما تاخدوا،
مش تاخدوا اللي هو منهم مقابل، يعني قصدي يعني تاخدوا طاقة أخرى. يعني إحنا بندي الناس، فإحنا محتاجين ناخد طاقة أيا كانت الواي اللي أنت يعني بتاخد سي منها. مثلا محمد جه اداني ورده، فان هو بعد فتره محمد او ما محتاج حد لا يديله يعني وردة مثلا مثلا. ممكن اديله ورده تاني، او مثلا في نفس الوقت اللي هو بيديني ورده فيه فانا اشكره بطريقه حلوه، اللي هو هشحنه برضه هو طاقه زي ما هو اداني طاقه. بالظبط، مش شرط من الناس في المقابل، يعني مش شرط نكون مستنيين في المقابل، عشان بعض الناس بتكون بتقول انا اديت وردة ما ماليش شكرا عبرنيش. حتى. مش شرط والله، هو انت ممكن تكون عادي انت بتشحن نفسك بطاقة اخرى امم م- بوي تانية غير الوي اللي هو صاحبك او الشخص اللي انت اديته الوردة مثلا، يعني فاهمين؟ مش شرط نفس الوي، مش شرط علشان الناس كلها بتبقى مبسوطة مثلا لما تتفرج على كورة زي الشباب، يبقى كل الناس المفروض تتبسط لما تتفرج على كورة. بالظبط. بس وبداية السنة يعني هو مش عشان بداية السنة، مش علشان بداية السنة، وكونسبت بداية السنة هو يعني هو بس مصطلح. انا شايف ان هو مصطلح صراحة، انا شايف ان هو الزمن بيمشي. مش انه فمش مصطلح. شرط بداية السنة انا يلا بينا نيو يير نيو مي وكده، انا مش شايف ده صراحة. انا شايف ان هو هو بداية عمر. السنة يا جماعة بالظبط، يعني المفروض ان هي مختلفة من شخص لشخص. ده في وجهة نظري. انا مثلا اتولدت يوم 21، هو مولود يوم 8، انت مولود يوم 12. فبداية كل سنة بالنسبة لحد فينا مختلفة عن الشخص التاني تماما. وفي طريقة حلوة آه انك يبقى عندك حماس لبداية السنة الجديدة، انك تكون ممتن للحاجات الحلوة اللي حصلت لك السنة اللي فاتت. فانت ممكن مثلا تمسك ورقة وقلم وتقعد تكتب الحاجات اللي انت ممتن لحصلها السنة اللي فاتت. الحاجة دي هنعملها معاكم قريب، فخلوكم مستنيين. غير كده كمان نحاول كمان حتى الحاجات الوحشة او المواقف السيئة او الحاجات اللي سببت لنا ألم السنة اللي فاتت، نكتب احنا اتعلمنا منها ايه. يعني دي حاجة مهمة جدا. انت ما تخليش الألم يأثر فيك بس مجرد انه خبطك، فانا فاكر بس الخبطة. طب انا الخبطة دي اتعلمت منها ايه؟ يعني الألم لازم ما يروحش غير واحنا متعلمين ما منه يروحش على حاجة. الفاضي. كل حاجة احنا بنمر فيها في الحياة لازم نتعلم منها. لو ما تعلمناش منها، او لو الشخص يعني فكرتني بحاجة، لو الشخص فضل زي ما هو كده في مشكلة. لازم يتغير، وتغير ايجابي. لازم يبدأ يتعلم من الحاجات. الناس بتقولك انت اتغيرت عليا في بداية السنة، مش عارف ايه. هو ملهاش علاقة قوي بالسؤال يعني، بس فكرتني بده. عادي ان الشخص يتغير يا جماعة. بس اوكي تمام. ماشي كده نرجع خلصنا. بقى للسؤال اللي كان اه في ايه، في في حلقة كاس اللي العالم، بيقول لنا انتوا نسيتوا موضوع الغضب. زي ما سارة قالت في الأول، احنا ما نسيناش. احنا بس آه مواضيع الموسم الأول انتهت، فإن شاء الله هننتقل للموسم التاني بمواضيع جديدة إن شاء الله، أسلوب جديد وحاجات أحلى إن شاء الله. بس عشان نعمل كده محتاجين ناخد إيه؟ ناخد بريك. بالظبط. أنا عندي زي ما امتحانات. احنا بنحثكم على ان انتوا تاخدوا بريك، احنا كمان برضو هنطبق الحاجة دي وهناخد بريك، هناخد فاصلة كده صغيرة ونرجع تاني. تسمحي لي أفشي بعض الأسرار. احنا قبل ما ندخل على الموسم الأول احنا كنا بنجهز له. فطبيعي ان احنا علشان نحاول ان احنا نستمر بمحتوى جيد، فان احنا نجهز للموسم قبل ما احنا نبدأ له. فبجانب ان احنا محتاجين اصلا ان احنا نرتاح، وعلشان انا مثلا عندي امتحانات وصار عندها شغل وما الى ذلك، فاحنا محتاجين ان احنا نجهز كويس للموسم التاني علشان نبدأ فيه. مش هننقطع ان شاء الله، في مفاجآت لطيفة ولذيذة ان شاء الله محضرة برضو لكم. خلال وقت الأجازة. بالظبط، يعني احنا مش هنكون قاطعين قطعة اللي هو هي بس كاملة. الحلقات اللي هتقف بنجهز لمحتوى جديد وحلو جدا ان شاء الله. لكن متواصلين معاكم برضو على السوشيال ميديا وعلى يوتيوب، هنكون موجودين. بالظبط، تابعونا بقى. يعني مش عارف احطها لكم فين المرة دي. هنا. تابعونا على حسابات السوشيال ميديا. هنا في النص. تابعونا على حسابات السوشيال ميديا اللي ظاهرة لكم. التيك توك مش قوي عليه، علشان هنبقى برضو اكتف ان عليه شاء الله نبقى اكتب على كل السوشيال ميديا. الفيسبوك والانستجرام هم اللي طالعين بالصورة الاكبر مع اليوتيوب طبعا. بس كده. نشوفكم ان شاء الله الموسم الجاي. يعني مش هنطول ان شاء الله، شهر وشوية ان شاء الله كده. هيبقى الاعلان قريب. يعني هيبقى الإعلان هنقول لكم بالظبط الفترة امتى. بس
فشكرا جدا ليكم ولاسئلتكم والتفاعل بتاعكم. اتبسطنا جدا والله، واتمنى ان هو متنسوش يكون تجيبوا صحابكم الموسم الجاي، بالظبط او تجيبوهم وقت المفاجآت عادي جدا يعني. بالظبط. يعني نتمنى ان هو كان موسم اول مثمر، وان احنا حاولنا بقدر الامكان ان احنا نوصل لكم معلومات مفيده. بس شكرا جدا ليكم. عاوز تقول حاجه؟ شكرا جدا ليكم يا شباب، وبس كده نشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه اللي جايه. بس سلام. سلام.